يدخل ريال مدريد مباراته المرتقبة ضد ليفربول الليلة بقلق كبير، حيث يواجه 3 من لاعبيه خطر الغياب عن مواجهة أتلانتا في الجولة المقبلة من دوري أبطال أوروبا إذا تلقوا بطاقة صفراء. الأسماء المهددة تشمل لوكا مودريتش قائد خط الوسط وصانع الألعاب الأساسي، إدواردو كامافينجا لاعب الارتكاز الشاب والدينامو الحيوي للفريق، لوكاس فاسكيز الجناح المتعدد الاستخدامات الذي يعتمد عليه في عدة مراكز في ظل الإصابات الكثيرة التي يواجهها الفريق. أكدت قناة ريليف أن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد يدرس الدفع كيليان مبابي في مركز الجناح الأيسر خلال الفترة المقبلة، المركز الذي يعتقد كل من الجهاز الفني والمهاجم الفرنسي نفسه أنه قادر على تقديم أفضل أداء فيه، على الرغم من أن مبابي ليس لديه مشكلة في شغل أي مركز في الهجوم. رغم تسجيله 9 أهداف وتمريرة حاسمة في 17 مباراة، لم يظهر كيليان مبابي بعد أفضل مستوياته مع ريال مدريد، ورغم البداية المتواضعة، يتوقع مسؤول النادي الإسباني أن الأفضل لم يأتي بعد. ورغم تعرضه لبعض الانتقادات، لا يزال يعتبر مبابي عنصرا مهما في تشكيلة المدرب كارلو أنشيلوتي، خاصة بعد إصابة فينيسيوس. في بداية مسيرته مع الفريق الملكي، بدأ مبابي برسم ملامح تألقه في كأس السوبر الأوروبي، لكنه عانى من بعض التحديات في المباريات التالية. ورغم ذلك، هناك تفاؤل داخل النادي بأن المباريات المقبلة، مثل المواجهة المنتظرة ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا، ستكون بمثابة نقطة تحول لمسيرته مع الريال. يعتمد أنشيلوتي على مبابي في مركز الجناح الأيسر، وهو المركز الذي يراه الأنسب للنجم الفرنسي، ولكن لا يمانع اللاعب في أداء أدوار هجومية متعددة حسب حاجة الفريق. وفي غرفة تبديل الملابس، يصفه زملاؤه باللاعب الذكي والهادئ، رغم أن البعض يشير إلى أنه لم يظهر بعد بشعلة المنافسة التي يتسم بها نجوم الفريق مثل كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما. بمجرد وصوله إلى ريال مدريد، فاجأ مبابي الجميع بتواضعه وسلوكه الهادئ، مما جعل العديد من المقربين يتوقعون ظهور النجم المختلف عن المتوقع. ومع ذلك، مباراة أنفيلد ضد ليفربول تعد فرصة مثالية لمبابي لإثبات مكانته في واحدة من أقوى البطولات الأوروبية. تستمر بطولة دوري أبطال أوروبا 2024 على 25 في جذب الأنظار كأشهر منافسة للأندية على مستوى العالم، حيث يلتقي أفضل لاعبي كرة القدم في مواجهة حامية للظفر باللقب المرموق. ومع زيادة عدد المباريات في المرحلة الأولى وجولة إضافية في دور 32، تزداد فرص المهاجمين في تسجيل الأهداف، ويتصدر قائمة الهدافين حتى الآن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي برشلونة برصيد 7 أهداف. وإليكم ترتيب الهدافين: 1. شرطة روبرت ليفاندوفسكي برشلونة 7 أهداف. 2. شرطة رافينيا برشلونة 5 أهداف. 2. شرطة فلوريان فيرتس باير ليفركوزن 5 أهداف. 2. شرطة هاري كين بايرن ميونخ 5 أهداف. 2. شرطة إيرلينغ هالاند مانشستر سيتي 5 أهداف. 2. شرطة فيكتور جيوكيريس سبورتينغ البرتغالي 5 أهداف. 7. شرطة فينيسيوس جونيور ريال مدريد 4 أهداف. 7. شرطة جوناثان ديفيد ليل 4 أهداف. تناولت المعركة الإسبانية مواجهة محمد صلاح 9 لريال مدريد، والتي ستدور رحاها الليلة في الجولة 5 من دوري الأبطال. الصحيفة الإسبانية وصفت انتقام صلاح بالأمر الصعب أو المستحيل حتى الآن، حيث خسر النجم المصري أمام البلانكو 7 مرات، منها نهائيين لدوري الأبطال، بينما تعادل في مباراة واحدة، لكنه أبدا لم يعرف طعم الفوز على ريال. فهل سيتمكن من تحقيق انتقامه على ملعب الأنفيلد، أم سيكون للميرينغي رأي آخر؟ قبل مواجهة ريال مدريد المرتقبة أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا، يواجه المدرب كارلو أنشيلوتي تحديا كبيرا بسبب الإصابات العديدة في صفوف الفريق وغياب فينيسيوس جونيور بسبب مشاكل عضلية. وعلى الرغم من هذه الصعوبات، فإن التشكيلة المتوقعة لريال مدريد تتسم بالغموض، خاصة في خط الهجوم.
من المؤكد أن فالفيوردي سيواصل اللعب كظهير أيمن، في حين سيكون ميندي على الجهة اليسر، بينما سيعتمد أنشيلوتي على ثنائي الدفاع الجديد أسينسيو وروديغر. أما في خط الوسط فإن هناك منافسة بين داني سيبيوس وأردا غولر على مركز أساسي، فالأول قدم أداء جيدا في المباراة الأخيرة ضد ليغانيز، بينما لفت غولر الأنظار بتمريراته المميزة وحركاته الذكية، مما يجعل خيار إشراكه أكثر جرأة. ورغم أن سيبيوس يعتبر الخيار الأكثر تحفظا في التشكيلة، إلا أن غولر يبقى المفضل لدى الجمهور، مع أن التوقعات تشير إلى أن أنشيلوتي قد يمنح الأول الفرصة، إلا أن مباراة ليفربول قد تحمل مفاجآت في تشكيلة ريال مدريد. تناولت صحيفة الآس الإسبانية دور راؤول أسينسيو مع ريال بعد عودة أوريلين تشواميني من الإصابة خلال الفترة القادمة. سعر تذكرة ريال مدريد. الفرنسي من المرجح أن يصاحب روديغر في الخط الخلفي، ولكن عودته لن تعني انتهاء دور أسينسيو مع ريال بعد تألقه في مواجهتي أوساسونا وليغانيس، حيث سيكون البديل الاستراتيجي في خط الدفاع، خاصة مع اقتناع أنشيلوتي التام به كلاعب يمكنه تقديم الإضافة لتشكيلته. تناول الإعلامي الفرنسي فريدريك هيرميل تألق أدواردو كامافينغا مع ريال في الموسم الحالي، حيث وصفه بصمام أمان البلانكو لعدة أسباب هي: الحفاظ على تركيزه طوال اللقاء، عدم فقدانه للكرة، التقدم للأمام، اختيار الحلول الأفضل. كل ذلك يمنح ريال أفضلية، خاصة بوجود جدار يصعب اختراقه في خط الوسط يدعى كامافينغا. تناولت شبكة أورامسي مواجهة ليفربول وريال مدريد، والتي ستقام مساء اليوم الأربعاء ضمن فعاليات الجولة الخامسة من دوري الأبطال. الشبكة الفرنسية أشارت إلى أنه بالرغم من عودة البلانكو بشكل جيد أمام أوساسونا وليغانيس، إلا أن ذلك لا يمنع أن أي سقطة جديدة للريال أمام الريدز ستجعله يغرق في الأزمة من جديد، مثل ما كان الحال في مبارياته التي سبقت مواجهتيه الماضيتين في الليغا. لذا فأنه لا بديل أمام الميرينغي عن الفوز حتى مع غياباته المتعددة جراء الإصابة. كشفت الإحصائيات عن أن لاعبي ريال مدريد يركضون بشكل أقل في دوري أبطال الموسم الحالي عما كان عليه الحال في نظيره الماضي. وبالنظر لمعدل الركض في كل مباراة، سنجد أن لاعب فالفيردي انخفض معدله من 10.50 كيلومترا إلى 10.43 كيلومترا. نفس الوضع بالنسبة لفينيسيوس جونيور الذي انخفض معدل ركضه من 9.91 كيلومترا إلى 9.60 كيلومترا. بيلينغهام لم يكن أحسن حالا، حيث انخفض معدله من 10.64 كيلومترا إلى 10.27 كيلومترا. اللاعب الوحيد الذي ازداد معدله هو مبابي من 8.89 كيلومترا إلى 8.97 كيلومترا. رقم سلبي يصاحب كيليان مبابي قبل مواجهة ريال وليفربول في الجولة الخامسة من دوري الأبطال. المهاجم الفرنسي يحتل المرتبة 13 في قائمة أكثر المهاجمين ركضا في البطولة، وذلك بمعدل 8.97 كيلومترا في المباراة، حيث تفصله 3 كيلومترا ونصف تقريبا عن صاحب المركز الأول جوناثان ديفيد. أكد الصحفي توني خوان مارتي أن لامين جمال نجم برشلونة سيفوز بجائزة الفتى الذهبي لعام 2024، والتي تمنح لأفضل لاعب صاعد في العالم، والمقدمة من صحيفة توتو سبورت. الصحفي ذكر أن الإعلان عن الفائز سيتم اليوم الأربعاء، بينما سيكون تسليم الجائزة في 16 ديسمبر المقبل. وتفوق لامين على زميله في برشلونة بوكو بارسي بالإضافة إلى أردا غولر لاعب ريال مدريد. جاء ذلك بعد تألقه اللافت مع برشلونة وأدائه المميز مع المنتخب الإسباني في بطولة اليورو 2024، حيث خاض 7 مباريات وساهم في تسجيل 5 أهداف. سئل النجم الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد عن إمكانية انتقاله إلى صفوف ليفربول في المستقبل، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين اليوم ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا. ورد بيلينغهام قائلا: أنا سعيد للغاية في ريال مدريد. أعتقد أن الأعوام 10 أو 15 المقبلة ستكون بيضاء بالنسبة لي. أرقام بيلينغهام مع الريال حتى الآن: شارك في 56 مباراة، سجل 25 هدفا، صنع 17 هدفا، حقق 4 ألقاب.